مرحبا بكم في أولى حلقاتنا حول الكاب في الأقصر. اليوم سنبدأ باستكشاف هذا الموقع الفريد الذي يعج بالأسرار. في هذه الحلقة سنتعرف على الكاب، موقعها وتاريخها، وكيف كانت هذه المدينة جزءاً من المجتمع المصري القديم. موقع الكاب يتكون من عدة مقابر تعود إلى فترة حكم الأسرة 18 والقرون التالية. بينما نتجول في المنطقة سنكتشف النقوش التي تزين جدران المقابر، ونتعرف على الحياة اليومية للسكان القدامى. الكاب توجد على مسافة 83 كيلومتر جنوب الأقصر، وتتبع مركز إدفو بمحافظة أسوان، وتقع على الشاطئ الأيمن للنيل. ولا يذهب عادة السائحون إلى مدينة الكاب نفسها، غير أن للكاب أهمية كبيرة، فلقد كانت مركزاً دينياً هاماً وعاصمة الإقليم الثالث في مصر العليا. شهدت أيام مجد وعظمة منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصور البيزنطية، وكاد انقضاء الزمن والبشر يدمر تلك المدينة تماماً. وجدير بالذكر أن هذه المدينة كانت في العصور القديمة تسمى نخب أو نخاب، وقد سماها الإغريق إليسياس بوليس، أي مدينة الإلهة إليسيا. وبعد الفتح الإسلامي لمصر تم تحريف اسمها الأول نخب أو نخاب إلى إنكاب، ثم أصبحت تسمى بعد ذلك الكاب، وهو الاسم المعروفة به حتى اليوم. مقبرة الكاهن الأعظم سيتاو، كاهناً كبيراً للإلهة نخبت في عهد رمسيس الثالث وحتى عهد رمسيس التاسع خلال الأسرة 20. سيتاو كان من كبار الكهنة الموظفين، عاصر 7 ملوك. تظهر النقوش صاحب المقبرة وزوجته وعائلته وأولاده يقدمون القرابين ويتنسمون زهور اللوتس. المقبرة اسطوانية الشكل، مقببة السقف، بها حليات مرسومة تتدلى من السقف لتصنع إطار لرسومات المقبرة.